السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكل متابعين كنوز مملكتي. أهلا وسهلا بكل حبايبي. النهاردة يا حبايبي هنعمل الكفتة الجبارة، كفتة خطيرة جدا. هنعملها الكفتة اللي هي بتاعة المحلات، الكفتة اللي بتمط، كفتة جميلة جدا جدا جدا. كفتة هتعجب كل اللي هيعملها وهيجربها ان شاء الله. هنبتدي وهنعمل الكفتة بتاعتنا الجميلة. بس لو عجبتكم الكفتة بتاعت كنوز ما تنسوش كنوز في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس. تفعيل الجرس مهم جدا علشان يوصلك مني كل جديد. لكن في بنات بيقولولي احنا ما بتوصلناش الاشعارات، ما بتوصلكيش الاشعار علشان انتي مش مفعلة الجرس. فدلوقتي هنبدأ مع بعض وهنعمل الكفتة الجميلة، الكفتة الخطيرة جدا. بس قبل ما اعملها طبعا انا بغسل المواعين، بروق مطبخي، بخلي حالي كده حواليا كل الدنيا بتبقى ايه رايقة وتمام التمام. هنبتدي نعملها. في كده قطعة من الكفتة كده اتحذفت مني اثناء المونتاج او ما اتصورتش مني. المهم ايه هبقى اقول لكم عليها لما نبتدي في عميل الكفتة الخطيرة، الكفتة الجبارة. يلا بقى مع بعض ونشوف الكفتة الجميلة بتاعتنا هنعملها ازاي. بسم الله. هنبدأ. اول حاجة معاكي كمية اللحمة بتاعتك، الكمية اللي انت عايزاها. هتجيبي نص، هتجيبي كيلو، براحتك خالص. انت هتجيبي قد ايه؟ طيب هنحط عليها قد ايه بصل؟ تعالوا نشوف. بصي، بصلاية او بصلتين مش هتفرق. البصل زي ما انت ما بتبشريها بتحطيها عليها، ما بتعصريش وبتشيلي منها المية ولا حاجة. لا، الكفتة دي هتحطيها زي ما هي. نحط شوية بقدونس كده زي ما انتوا شايفين كده، حبة بقدونس الورق بتاعه، حبة كده حلوين كده محترمين قمر كده. دي معلقة بهارات كفتة. دي 7 بهارات، تحطي برضو منهم معلقة. يعني شوية من البهارات الكفتة وشوية من السبع بهارات، بيدوا طعم خرافة خرافة وتحفة، بيخلي طعم الكفتة حاجة تانية. دي بقى معلقة بابريكا. حابة تشطشطيها وتحط لها شوية شطة، اختياري. دي معلقة توم مفروم. ده ملح مبهر، في فلفل اسمر، في كزبرة، في كمون. ملح مبهر جاهز. هنا بقى السر في معلقتين النشا. اهم حاجة اوعي تعملي الكفتة دي من غير معلقتين النشا، معلقتين حلوين كده وحسب كمية الكفتة بتاعتك. يعني لو هتحطي مثلا كيلو اديلها معلقتين حلوين كبار، 3 معالق. المهم ادي ما النشا بيخليها تمط معاكي وتشد، وهتشوفي هتبقى طعمة ازاي وهتبقى قمر قمر قمر. الكفتة دي بقى كده نقلبها كده كلها كويس. وبعد ما تقلبيها كويس كده وتشربيها هناخدها على الكبة. لازم نطحنها طحنة تمام التمام في الكبة. انا عن نفسي طحنتها في كبة الخلاط.
كده خلاص، هاخدها كده على الكبة، هطحنها وهرجع لكم تاني. كده بعد ما خلاص طحنتها طحنة التمام التمام، بصوا بقى هوريكم دلوقتي المطة بتاعتها جميلة جدا. المطة بتاعتها بتخليها بجد كأنك بتاكلي لحمة بتاعة الحاتي بالظبط، هي كفتة الحاتي. بصوا المطة بتاعتها دي خطيرة، خطيرة جدا 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 جدا. انا عشقتها وسميتها الكفتة دي جبارة، لاني اطعم من اللي بره بألف مرة. بعد كده هنغطيها ونسيبها في التلاجة ساعة، نص ساعة، ساعتين، حسب بقى ما هتيجي بقى وتبدأي تصبعي وتعملي الكفتة، ونبقى نخرجها من التلاجة. بعد كده بقى هتجيبي بقى صينية، صينيتين القمر دي، وندهنها دهنة تمام التمام. ندهنيها كده بالزيت. طلعنا بقى الكفتة بتاعتنا الجميلة من التلاجة بعد بقى مرور الوقت بتاعها ساعة، ساعة ونص بقى، حسب ما انتي بتطلعيها عشان تعمليها. يلا بقى نصبحها بقى مع بعض. الكفتة الجميلة، الكفتة الجبارة بتاعت كنوز، بجد طعمة جدا، طعمة جدا على فكرة، وكانت خطيرة خطيرة خطيرة، وانا مسمياها الجبارة لان هي كانت فعلا كانت جبارة. معايا طبق هنا فيه شوية زيت. ليه الزيت؟ علشان هبل ايديا بالزيت دوت، او ادهن ايديا بالزيت، وهدهن كمان المعلقة اللي انا هصبع عليها من الزيت دوت. شفتوا بقى؟ دهنت المعلقة كده بقى. هاخد بقى حتة الكفتة بقى الجبارة دي، وهلفها هصبحها على صباع المعلقة زي ما انتوا شايفين. مش هتفك منك ابدا، وهتطلع جميلة جدا، هتطلع تحفة. خلي بالك انا كده مشغلة الفرن، عشان الفرن عايزاها تبقى حامية، عشان احطها في نص الفرن على الشبكة. الكفتة الجبارة دي هتعجب كل اللي هياكلها من ايديكي بإذن الله. كفتة جميلة جدا، هتلاقيها غرامك وعشقك. يا سلام، سلم. كده هناخدها وهنحطها في الصينية نفس الطريقة. بس اهم حاجة هتبلي ايديكي او تدهني ايديكي بالزيت والمعلقة، بصي، وتصبعي وتاخدي وترصي في الصينية متفرغة من جوه وقلبها من جوه فاضي وهاش، ومش هتفك منك ابدا. بعد كده طبعا زي ما قلت لكم الفرن حامية جدا، بندخلها الفرن، بتولعي فحمة. دي القطعة اللي هي اللي اتشالت مني او ما اتصورتش مني. بتحطي فحمة، وبعد ما بتستوي الكفتة بتروحي حطاها وتحطي عليها شوية زيت وتغطيهم، ويا سلام سلم، وتطلع لك بقى واو. كده بعد ما استوت في الفرن فوق وتحت، والصوص بتاعها كان تحفة جدا جدا جدا، وكانت ريحة الفحم فيها مش قادرة اقول لكم، كانت جميلة جدا، لان انا كنت مسوية الفحمة حطيتها في نص الصينية. القطعة دي اتشالت مني، وتحطي عليها شوية زيت، وبعد كده بتغطيها وتسيبيها شوية لحد لما بصوا بقول لكم ان هي، بصوا فاضيه ازاي، متفرغه من جوه خالص،
وجميلة جدا وتحفة تحفة 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 تحفة. مش قادرة اقولك على طعمها وجمالها كانت عاملة ازاي واحنا بناكلها، بجد خطيرة 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 الكفتة الجبارة. شايفين الجمال؟ الصوص بتاعها كان خطير كان خطير، بس ما صورتلكوش الصوص بتاعها. بصوا هنا قطعت واحدة، بصوا من جوه، بصوا قلبها بتفرغ خالص اهي، بصوا فاضية ازاي من قلبها من جوه، وفيها المطة اللي كلنا بنحبها بتاعت الكفتة بتاعت بره. المطة دي من معلقتين النشا، خطيرة جدا. جربوها يا بنات، مش هتندموا وهتعملوها تاني، وهتنسوا اي طريقة تانية عرفتوها او اي طريقة تانية بتعملوها، ومش هتعملوا غير الكفتة الجبارة دي، الكفتة الخطيرة. يا رب تكون عجبتكم، ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في قناة كنوز علشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله